كل مره الشيف محمد جمل مدوخنا في طن كفته. الف هنا. كفته الصح بتاعه الفرن على اصولها. الله ينور يا جمل. حبايبي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. حبايبي السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله إحنا في شغل جديد مع الشيف محمد جمل، هنوريكم طريقة عمل الكفتة في الفرن. طبعا إحنا معانا كمية بسم الله ما شاء الله، كمية كبيرة. إحنا معانا كمية قد إيه يا شيف من الكفتة الفرن؟ احنا معانا 200 كيلو كفته فرن يا جماعه. طبعا كفته الفرن دي حسب طلب الزبون. احنا عارفين دايما ان احنا بنشوي كفتتنا على الفحم، وطول عمرنا ما بنشتغلش الا فحم. بس الكفته دي يا جماعه حسب طلب الزبون، عايز كفته في الفرن، واحنا لازم ننبي غرض الزبون برضه. دي لحمه برازيلي ليه بدواش كلها اهو. لحمه الفربوي يا جماعه اللي كنت بحكي لكم عليها، دي لحمه كلها فربوي. طبعا الناس اللي احنا عندهم النهارده اصلا جزارين بتوع مجمدات، عندهم ثلاجه ما شاء الله. ده الشغل بتاعهم ودي لحمتهم، لحمه برازيلي كلها. اللحمه دي يا جماعه لازم تاخد نطر بلدي وتاخد ليا ضاني عشان تدينا تيست عالي. طبعا يا جماعه الكفته دي هتكون مختلفه عن كفته الفحم، فدي هتبقى معانا في الفرن، فهنزود نسبه التوابل معانا شويه عشان تديني تيست عالي. هنحط ليا ضاني، هنحط نطر شمبري عشان يفتح معانا لون الكفته. تمام يا استاذ علي. ومش يعني هناخد السمين بتاع الذبائح، احنا معانا 3 ذبائح. هننضف السمين بتاع ال3 ذبائح كله، هندخله معانا في المستورد دوت، لان الكفته ده يا جماعه كفته الفرن ما كانتش تاخد عيار السمين بتاعها فوق المظبوط هتطلع معانا مكتومه، وطول ما هي مجمده ما ينفعش نفرمها عشان صبع الكفته ما يطلعش معانا مكتوم. كده اللحمه فكت معانا يا جماعه. بصوا دي لحمه فكه، لو حته مجمده زي دي مش قصه ان المفرمه مش هتفرم، لا هي هتتفرم بس هتطلع معانا صبع كفته مكتوم. فلازم اللحمه تكون بالشكل ده كده يا جماعه، زي البلدي بالظبط. لازم تفك. لازم تفك. تمام يا شيخ. كده الشيف محمد بدأ يفرم اهو. طبعا زي ما احنا قلنا لكم يا جماعه لازم اللحمه تفك خالص زي البلدي عشان تطلع الاكسجين اللي فيها. على فكره احنا ما بنخبيش اي معلومه خالص، ينزل معاها السمين كاننا شغالين في لحمه بلدي صافي. كده بقت هي والبلدي واحد، ليا ضاني مع نطر شمبري طالع معانا بالجمال ده كده. دي ليا ونطر. النطر يا جماعه يعني النهود بتاعت اللحمه. طبعا لازم المفروض ما تاخدش نطر كلاوي لو معانا لحمه بلدي، بس عشان اللحمه مستورده برده بندي نطر كلاوي اللي هي دهنه الكلاوي يا جماعه، عشان تسرد شويه ميه زي السمنه كده يخلي صبع الكفته يعفر معانا ويفتح لونه. طب في ناس ما بتحبش يا شيف دهنه الكلاوي، ايه السبب؟ دهنه الكلاوي في اللحمه البلدي خطأ. مش حلوه يعني. مش حلوه خالص يا استاذ علي، لكن معلش دي لحمه مستورده انا عايز افتحها، ما فيهاش دهنه كلاوي. السمين بتاعها معلش التلاجات مصاه، فانا لازم اطعمها كده عايشها. طبعا كده احنا مش هنصفي البصل، لان زي ما احنا قلنا الكفته هتتعمل معانا في الفرن. احنا بنفرم فلفل اخضر مع بصل ابيض. طبعا البقدونس يا جماعه بيتحط تاني يوم على وش الشغل على طول عشان ما يقفلش معانا لون اللحمه. احنا عايزين صبع الكفته يكون فاتح. ما شاء الله. البصل لازم يكون ابيض. لازم يكون ابيض. اصلح حاجه للكفته البصل الابيض يا جماعه. البصل الاحمر عايزين نبشر بصلايه كده ونصفيها نشوف الميه هينزل منها شكلها ايه، هتلاقي لون البصل طالع اسود حبر يا استاذ علي. ايوه. طبعا يا جماعه الناس اللي بتكتب تعليقات نلبسوا كلابز بايدينا، احنا بنعمل بالطن لحمه، البس كلابز ليه؟ انا طبعا بنغسله ايدينا بما يرضي الله وبنخاف ربنا، والرسول صلى الله عليه وسلم بياكل بايديه. طبعا في ناس كتير بتصور بتلبس كلابز بعد التصوير بتقلع الكلابز تاني، احنا شغالين بنخاف ربنا بما يرضي الله. كده احنا خلصنا فرم بصل ولحمه، نفرد ده ونبتدي للتتبيل على طول ان شاء الله. الساحل ورجاله الساحل. حبه الشيف يلا في المصفى. فرد البصل على كل اللحمه بحالها.
ان شاء الله كده بنفرد البصل الابيض معانا على جميع اللحمه. ده الفلفل، بسم الله. كده فلفل اسمر. ان شاء الله يا جماعه احنا معانا حوالي 200 كيلو لحمه، فما حدش يستغرب الفلفل اللي احنا بنحطه. بلح جوز الطيب، طبعا كده في وش تاني يا شيف. ده وش تاني بينزل مع البقدونس على الشغل على طول. طبعا الكفته دي كفته فرن يا جماعه، هنحط حيل ناعم. بيعمل ايه الحيل ده يا شيف؟ طبعا في كفته الفرن لان الكفته بتسرد طبعا الليدان بتاعها وبتشربه تاني، فده بيمنع الزفاره. ده الملح. محدش يا جماعه يستغرب كميه الملح. مفيش كزبره معانا في الشغل ده يا شيف؟ استاذ علي احنا مش عايزين افتكاسات في الكفته. الكفته بالذات يا جماعه ولا بتاخد كزبره ولا بتاخد كمون. ملح، فلفل، جوز الطيب، بصل ابيض. ولا كزبره ولا كمون. ولا كزبره ولا كمون ولا فول صويا ولا الكلام ده كله. كفته الحاتي ملح، فلفل، بصل ابيض، جوز الطيب. ومحب مش مستحب مش شرط الجوز الطيب. ملح، فلفل، بصل، بقدونس. حط بقى كزبره، حط كمون، يحط فول صويا، يقول لي بهارات لحمه، كل ده يسود معانا الكفته. كفته البلدي او المستورده بقت على الفحم مش محتاجه توابل كتير يا جماعه عشان ما نغيرش التيست بتاع اللحمه. ناس طبعا يا استاذ علي اللي بتقول لك انا بحط برغل على اللحمه، حط برغل على اللحمه، بس انت بتضيع تيست اللحمه. عايز تعمل الكيلو 2 كيلو كفته هتحط فول صويا، هتحط برغل، بس مفيش تيست للحمه خالص. ناقش لحمه. بس ده بيبقى بالنسبه للمحلات يا شيف. والله المحل اللي هو بيحط فول صويا ما رجحش خالص يا استاذ علي يتاكل منه اصلا. طب لو احنا عايزين الكفته تبقى حاميه شويه يا شيف، حط شطه؟ انا بفرم فلفل اخضر حامي يا استاذ علي سبايسي، او احط نسبه شطه قليله. كده الشيفات بيقلبوا الكفته اهو بالشكل ده كده. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. معانا جبل كفته النهارده. كل مره الشيف محمد جمل مجوخنا في طن كفته. الف هنا. انتظرونا في الصعيد فرح كبير، انتظرونا في طنطا الايام اللي جايه ان شاء الله. حي كل متابعينا على قناه طباخين افراح مصر، تحياتي للجميع. طبعا يا جماعه الكفته الصح بتاعه الفرن على اصولها. الله ينور يا جمل حبايبي، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر حبايبي. اللهم صل على النبي. كده تاني يوم بعد اللحمه ما اتشمعت بنطلع يا جماعه 5 اكياس ب5 اكياس، بياخدوا البقدونس بتاعهم الفريش ونخش على المفرمه الوش التاني نشتغل في الشك على طول. بقدونس بس يا شيف محمد؟ بقدونس بس. نخش بقى على المفرمه على طول. كده الشيف محمد بيفرم الوش التاني اهو. طبعا البقدونس عليه عامل كبير يا شيف بالنسبه للطعم والتيست. طبعا يا استاذ علي في كفته الفرن بالذات بيسمع فيها اكتر. طبعا يا جماعه احنا فارمين على وش الخشن امبارح، ده الوش الناعم اللي هو المعول بتاعنا عشان ما تبقاش معانا الكفته مخرزه جامد وفي نفس الوقت ما تكونش معانا ناعمه جامد، لان احنا ما فرمناش على وش الناعم وشين، احنا فرمنا على وش الخشن وبعد كده رجعنا لوش الناعم اللي هو اللي احنا شغالين بيه حاليا. كده ده هتشك بقى وتصب يا شيف على طول على السجاد ان شاء الله بمشيئه الرحمن على طول نتوكل على الله. لكن مرحله البقدونس دي ما ينفعش امبارح خالص. بيغمق الملح بياكله يا استاذ علي وبيسود ويسود معانا الكفته. فمرحله البقدونس دي على الشغل على طول. ان شاء الله كده يا جماعه بعد ما شكينا الكفته كلها، دي الكفته اللي في الفرن، احنا دايما بنشتغل كفتتنا على الفحم. دي رقات كفته كلها متعبيه في السجان. ان شاء الله معانا كفته كتير، خير ربنا ياما. بسم الله ما شاء الله تعالى يا استاذ علي كده بص الجمال. بسم الله ما شاء الله. هنا برضو معانا كفته برضو.
بسم الله ما شاء الله. طبعا دي بقيه الكفته اللي معانا اهو. ده سوا كفته معانا برضه على الفرن برضه يا استاذ علي. طبعا ده اللي استوى ده. طبعا معانا لسه كفته يا جماعه مفرومه في الثلاجات جوه، لسه برضه بنشتغل طازه بطازه. ده شغل الرز والمكرونات اللي بيستووا معانا برضه. الشيف نبيل منور الدنيا كلها والله، والشيف هاني، الشيفات كلها يسلم ايديها. طبعا ده شكل العيش معانا يا استاذ علي. بص الجمال. بص يا جماعه، ده نجاح اللقمه، ما تكونش تخينه، فيها لبه كتير من جوه. دي اللقمه بتاعت الكفته اللي معانا ما شاء الله، مفيش لبه زي البفره بالظبط. ماشي يا معانا كفته بتستوي في الفرن. دي لحمه بتتشمع برضو معانا في الفرن. الفرن التاني نفس القصه. احلى عيش